قد لا ترى هذا المشهد يحدث في بلد كعمان، حيث درجات الحرارة تصل إلى أعلى معدلاتها في الصيف وتكون معتدلة في الشتاء، ولكن هذان الشابان العمانيان يستعدان لرحلة شديدة البرودة. فبدر وأمير سيذهبان إلى القارة الجنوبية لإجراء بعض البحوث، واستعدادا للأجواء الباردة هناك يقضيان بعض الوقت داخل هذه الثلاجة في مسقط. المرة الأولى التي دخلنا فيها الثلاجة كانت درجة الحرارة 35 تحت الصفر، فشكل الأمر صدمة لنا، أليس كذلك؟ نعم، كانت صدمة، إذ كانت المرة الأولى التي نتعرض فيها إلى هذا النوع من البرودة. ولن تكون الأخيرة، فرحلتهما هي جزء من مهمة تقودها مؤسسة 2014، وهي مؤسسة غير حكومية تعنى بحماية القارة الجنوبية. ورغم بعدها عن سلطنة عمان، يرى الشابان الأمور بطريقة مختلفة. كان هناك جبل جليدي ذاب عام 2010 وبلغ حجمه ما يعادل مساحة قطر، وذوبانه أثر بصورة سلبية على المحيطات التي تؤثر بدورها على اليابسة. ولدى العمانيين تاريخ طويل في مجال الاهتمام بالبيئة، فعمان تعتبر من أكثر البلدان المتنوعة بيئياً، وحماية البيئة أولوية هنا. لمي ستاعر رئيسة جمعية البيئة العمانية تعمل مع الحكومة من أجل ذلك. نحن محظوظون جدا لنكون في زمن تنتهج فيه السياحة والاقتصاد، وعلينا إحداث الفرق والتعلم من أخطاء اقترفت في أماكن أخرى حول العالم. ولكن هناك الكثير من الأمور التي لا زالت تنتظر التنفيذ، خصوصاً فيما يتعلق بالتلوث. فبدر يؤكد أن الأمور تسوء خصوصاً على الشواطئ، حيث كبر وتربى، فحينما كان طفلاً علمه جده صيد السمك والسباحة هنا، وفي تلك الأيام لم يكن هناك الكثير من السكان، وبالتالي لم تكن هناك نفايات كثيرة. ولكن هذه الأيام يقضي بدر جل وقته في تنظيف الشاطئ بدلاً من الاستمتاع به. في أي مكان على الشاطئ نجد شبكات الصيد المهملة والنفايات في كل مكان، لا يجب أن يحصل ذلك في مكان جميل كهذا. وهناك سبب آخر يأتي من أجله بدر إلى هذه الثلاجة مرتين في الأسبوع لمدة 6 ساعات لزيادة الوعي، كما كان على الشابين أيضاً البحث عن سبل لتغطية تكاليف الرحلة التي تصل كلفتها إلى حوالي 28,000 دولار. وعلى أي حال يبقى الترويج أمراً سهلاً عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالقضية. وحال عودتهما يخطط بدر لإطلاق حملته الخاصة من أجل عمان. أريد العودة وتعلم طرق جديدة لحماية البيئة، وتعليم الآخرين أيضاً طرق المحافظة على محيطهم. وحتى ذلك الوقت يبقى الشابان بانتظار مغامرتهما المرتقبة إلى القارة الجنوبية.